تعالوا نعمل مع بعض النهاردة أحلى فراخ مقرمشة في البيت. هتطلع معانا خطيرة، الكفر الخارجي مقرمش ومن جوه مستوية مظبوطة جدا، وشايفين لونها جميل ازاي، حاجة كده بجد تحفة. تعالوا نشوف بقى احنا عملنا ايه وايه المقادير، والحاجات بسيطة جدا وسهلة، مش هتاخد منك خالص لا وقت ولا مجهود، وهتطلع معاكي حاجة جميلة جدا تفرحي بيها أولادك. يلا نبدأ الفيديو. اول حاجة محتاجين الفرخة بتاعتنا تكون كيلو، كيلو ربع بالكتير قوي. وهقطع الصدر بتاعها، هاخد الفليل لوحده وبقية الصدر هقطعه برضو شرايح بالشكل ده. الورك بقى هقسم الدبوسة لوحدها وهعمل فيها فتحة كبيرة كده تبقى بالشكل ده، او لو مش عايزينها كده بتسيبوها زي ما هي سليمة، بس بتعملوا فيها فتحات برضو بالسكينة بحيث تشرب التتبيلة كويس وتستوي كويس. وباقي الورك بقطعه على 2 زي ما انتوا شايفين كده، وانا بشيل الجلد خالص من الفرخة. الفراخ المقرمشة بتبقى اخف واحلى بكتير من غير الجلد، وكمان الكفر الخارجي بيبقى ثابت واحلى عليها. التتبيلة بقى معايا بصلة كبيرة مفرومة ناعم، معلقة صغيرة من الثوم المهروس، ومعايا معلقة من بهارات الفراخ او نستبدلها ببابريكا وثوم بودرة وبصل بودرة. معايا بقى احلى تابل في الموضوع كله، الروزماري. ده احلى حاجة بتدي نكهة الفراخ المقرمشة من بره جدا جدا. ومعايا الملح ومعايا الفلفل. جربوا الروزماري في التتبيلة بتاعة الفراخ، هتعرفوا قد ايه هو خطير. هنقلب بقى البصل كويس جدا مع التوابل كده بايدينا، بيطلع النكهة كلها والريحة هتبقى جامدة. وننزل بعد كده بقى بكوبايتين من اللبن الرايب. الكوباية اللي انا حطاها دي كبيرة جدا، يعني بتعادل كوبايتين. لو ما مش موجود لبن رايب هتستعملي علبة زبادي كبيرة ومثلا كوباية لبن عادية، او ممكن تستعملي المقدار كله لبن وتحط عليها معلقتين 3 خل. تمام. هنحط بقى الفراخ كده تتبل كويس جدا، الكمية اللي انت تحبيها بقى، فرخة او 2 زي ما تحب. ونغطيها ونسيبها في التلاجة ليلة كاملة. تاني يوم بقى في العلبة بتاعتي هضيف كوباية كبيرة من دقيق الذرة، ناعم زي ما انتوا شايفين كده. لو مش موجود هنستعمل الدقيق الابيض العادي. وهحط بقى كمان كوباية من الدقيق الابيض. يبقى انا كده لو مش عندي دقيق ذرة هستعمل كوبايتين من الدقيق الابيض العادي، مفيش مشكلة. حطيت بقى معلقة صغيرة من مرقة الدجاج ومعلقة كبيرة من بودرة الثوم مع بودرة البصل، وحطيت فلفل وحطيت ملح. وممكن كمان نستعمل نص كوباية من النشا لو موجود، بيساعد ان الكفر الخارجي بيبقى مقرمش اكتر. وممكن عادي برضو هنستغنى عنه، طالعة مظبوطة وجميلة جدا الفراخ بتاعتي بقى اتبلت كويس جدا. هنبيتها في ليلة او ممكن على الاقل 3 4 ساعات. خلاص هنشيل بقى من عليها اي بصل او اي روزماري او اي حاجة، ونحطها في العلبة كده ونغطيها كويس بالدقيق. وبعدين انا هغطي بقية الفراخ وعينها جنبي، واقلب بقى الفراخ اللي انا حطيتها في العلبة دي بالشكل ده. الطريقة دي بتبقى سهلة، ان ايدك مش بيبقى فيها دقيق كتير ونقعد نغسل ايدينا ونرجع تاني، فدي ايدينا يعني بتبقى اسهل. المهم هطلع الفراخ بقى، افضل اخبط فيها كده بحيث انها تاخد الشكل بتاعها. شايفين احنا ممكن ننزل بيها في الزيت على طول من غير المرحلة الجاية دي. يعني ممكن اخدها زي ما هي كده وانزل بيها في الزيت، بتبقى جميلة جدا برضو. او هنزلها بيها في مية ساقعة زي ما انتوا شايفين كده واطلعها على طول، واعمل تاني نفس الحركة، هغطيها واقلبها كويس جدا في العلبة. وبعدين اول ما تتشكل برضو هطلعها، هفضل اخبط فيها نفس اللي انا عملته المرة اللي فاتت بالظبط لحد ما تاخد الشكل زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين هنفضها كويس من الدقيق، وفي الوقت ده الزيت بتاعي بيكون بيسخن. هنزل بيها على طول في الزيت الكمية اللي انا هعملها، وانزل بيها في الزيت. اهم حاجة ان انا مملاش الحلة قوي بحيث انها تبقى مزنوقة، و ما برضه ما تبقاش فاضية، يعني تبقى حاجة وسط مظبوطة كده. درجة الحرارة بقى بتبقى عالية في البداية، وبعد كده بتبقى وسط. وبغطيها بحيث انها تستوي بالظبط 20 دقيقة، هتبقى مستوية وجاهزة معاكي وجميلة جدا. ما بقلبهاش كتير خالص، انا بسيبها تستوي براحتها لان هي مغمورة في الزيت كده كده، مش محتاجة ان احنا نقلبها كتير، هي بتبقى مرة ولا حاجة. وبعدين اول ما تتحمر معايا بطلعها على مصفى، وباقي الكمية جنبي والزيت شغال بعمل نفس اللي انا عملته، وبنزل بيها في الزيت على طول وبغطيها برضو واسيبها تستوي 20 دقيقة. الدبابيس بتاخد 20 دقيقة، الصدور ممكن تاخد بالكتير قوي 8 10 دقايق. خلاص بالذات كمان احنا خاليين الصدر من العظم، لكن لو بالعظم هياخد برضو وقت زي الأوراق كده. تمام.
اي استفسار اسألوني في الكومنتات تحت. خلاص طلعت معايا بقى بالشكل الجميل ده، مستوية جدا وطرية، وكمان من جوه لونها فاتح والكفر الخارجي مقرمش وخطير، والتتبيلة بتاعتها طعمها يجنن. انا بحب قوي استعمل دايما البصل في تتبيلة الفراخ، والروزماري فعلا مديها طعم خطير. فجربوا الوصفة وقولي لي رأيكم، وهستنى رأيكم في الكومنتات تحت، واشوفكم على خير يا رب، والسلام عليكم ورحمة الله.